3 أجزاء بنجري وراك عشان تعمل أي حاجة وفي الآخر ما فيش. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. واخيرا وبعد طول انتظار اتعرض الجزء الثالث من سكويد جيم. بعد ما اتفرجت على طول على الجزء الثاني كان عندي حالة احباط شديد جدا، مش عارف ايه سببها وقتها، بالرغم ان الجزء كان مليان احداث قوية جدا وكان في تضارب مشاعر بشكل كبير وعلاقات انسانية معقدة، الا ان برضو كان في حاجة مش مريحاني في الجزء ده. ولما ركزت اكتر في الحاجة دي لقيت ان المشكلة كلها كانت في البطل، يمكن بسبب اقحام الاجندة الخطيرة اللي اتحطت في الجزء ده في الشخصية المتحولة اللي اتبروزت بشكل كبير عشان بس نظهرها بمظهر البطولة. ده خد كتير من البطل، ده غير اصلا ان احنا بادئين الجزء تاني بشخصية البطل مهزوزة مرتبكة، اهدافه غريبة ومش منطقية لمعظم الناس حتى وان كانت تبدو للانتقام. ويمكن اسوأ حاجة حصلت لشخصية البطل في الجزء التاني انه اتهزم قدام خصمه في كل المعارك، سواء الفكرية او النفسية او الفلسفية اللي هو اصلا رجع بيها اللعبة تاني عشان يثبتها. وده اللي خلاني اخلص الجزء التاني وانا معتقد تماما ان دور البطل انتهى لانه اتهزم في كل حاجة. بس كان عندي فضول اعرف هم عايزين ينهوا الجزء الثالث على ايه. اول حلقتين من الجزء الثاني استكمالا لفكرة الاجندة هي برضو فضلنا مهمشين البطل عشان نبرز شخصية المتحولة وتبان بشكل بطولي زيادة عن اللزوم لحد ما اتكلت على الله والبطل بدأ يبقى عنده معركة جديدة بيفكر فيها او هدف جديد بيقاتل عشانه. ومن هنا تم انقاذ شخصية البطل في الجزء الثالث ورجع تاني بالتدريج يبقى عنده معركة حقيقية وفكرة بيدافع عنها، وده اللي افتقده بشكل منطقي اصلا في الجزء الثاني. لكن التحول التدريجي اللي حصل له في الجزء الثالث ده كان مقبول وكان لازم يحصل. ونقدر نقول ان في الجزء الثالث تم علاج مشاكل كتير جدا حصلت في الجزء اللي فات كانت مزعجة ومملة وتخطيناها في الجزء الاخير بشكل كويس جدا. اهمها فكرة تكثيف الاحداث، الحلقات من اول لحظة ماشية بجدية شديدة، رتم سريع جدا ما تحسش بالوقت، اكثر تسلية من الجزء اللي فات بكتير، حتى يمكن تفوق على الجزء الاول في مراحل كتير برضو. فانا بالنسبة لي ان الجزء الثالث كان مرضي بالنسبة لي بشكل كبير. طبعا الجزء ده فيه مشاكل برضو، اهمها فكرة الضابط اللي حشينا بيه احداث ملهاش اي 30 لازمة وفي الاخر ما وصلش لاي حاجة. 3 اجزاء بنجري وراك عشان تعمل اي حاجة وفي الاخر مفيش. طب انت اصلا ايه لازمتك في المسلسل؟ ولا حاجة. اثرت بايه؟ ولا حاجة. فطبعا دي من الشخصيات اللي ملهاش اي 30 لازمة في الدراما بشكل عام، لكن اهو كان بياخد برضه بحس البطل في بعض الاوقات. تقييمي للجزء ده 9 من 10. مستني رايكم في الكومنتات واستنوني في حلقات جاية. كان معاكم نادر سيف الدين. سلام.